السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض السمنة البلدي، هنعملها من القشطة زي ما انتوا شايفين اهو، وهنعمل مرطة برضو مع بعض اهو. دلوقتي القشطة ديت احنا حايشينها من على وش اللبن، فبننزل فيها بايدينا كده زي ما انتوا شايفين اهي. كانت جربت عشان تطلع السمنة زي ما انتوا شايفين دلوقتي اهو. انا بحرك ايديا فيها كده في القشطه لحد ما بتفصل اللبن من السمنه اهو. وده اوفرلكي كتير. دلوقتي كيلو السمنه 170، والمرطه برضو غاليه، فانتي بتستفيدي من اللبن اللي بيطلع من السمنه، بتعمليه مرطه. مش هنرمي اي حاجه اهو. زي ما انتوا شايفين معانا اهي، كانت جربت تطلع خلاص اهي. انا باخدها دلوقتي على مصفى عشان انزل منها اللبن اللي طلع، وبكورها كور صغيرة كده، احنا بنحبها كده. يعني بناخد الصبع كده على جد بيضة حاجة. طبق فول تبقى يعني ايه جاهزة، مش بحب اسيحها واسيبها في البرطمان، انا بحبها كده. بحطها في الفريزر وباخد اللي انا عايزاه، يعني بتبقى صبحة بصبحة كده احسن اهو زي ما انتوا شايفين معانا. دلوقتي الحاجة غليت خالص، فاحنا اما تشتريها قشطة كده وتعمليها اوفر طبعا، بتعملي منها سمنة وبتعملي منها مرتة اهي. سهلة وسريعة ومش هيتواجد. مش تجرفوا يا جماعة، اللي انا بعملها دي لبيتنا. طبعا انت لو هتعمل لحد بتلبسي الجوانت عادي، بس دي كانت لقينا في البيت اهو زي ما انتوا شايفين معانا. اخلص الكمية كلها اهي، كورتها كده كور صغيرة. واللبن اللي انتوا شايفينه اللي هيطلع منها دي دلوقتي هعمله مرتة وهوريهولكوا. برضو انت بتحطيه على النار كده لما يغلي، بتسيبيه في الاول لما يغلي كده، بتعلي النار عليه في الاول وبعد كده بتهدي. اهو معانا اهو اللبن دي اللي انا هوريهولكوا، دي اللي طلع منه، كانت كمية كبيرة. دلوقتي السمنة اهي، انا بعملها وبحطها في مية يعني تكون من الحنفية كده اهي. كانت ما شاء الله جميلة خالص. هسيبها بس ساعة كده في المية وهشيلها في اكياس واحطها في الفريزر. ودلوقتي هوريكم اللبن اهو. دي اللبن اللي طلع من السمنة وانا بعملها. طبعا مش ترموا اي حاجة، اللبن دي هنحطه على النار. هما بيسموه عندنا في الفلاحين هنا دي لبن خض. اللبن الخض يعني انت خضيتي القشطة، طلعت السمنة، ودي اللبن اللي طلع منها. في ناس بتحطه على بتغليه غالية وبتحطه على الجبنة الحادقة، وفي ناس بتحطه بترميه، وفي ناس بتعمله مرتة كده. فانا دلوقتي هعمله مرتة. طبعا هو كان فيه بقايا سمنة بلدي. انت بتعلي عليه النار في الاول لحد ما بيتقل معاكي، بتوطي عليه خالص خالص عشان مش تنحرج منكي، وبتعمل مرتة وبطعمها تحفة. وبتحط عليها كوباية زيت كده، وبرضو قطعتين من السمنة اللي انت عاملاها دي، وتحفة والله. جربوها اهو ما شاء الله. اهي لما تجلت معانا كانت تحفة خالص. وانا كنت زودت لها كوباية زيت، وحطيت فيها برضو قطعتين سمنة اهي. تروح تشتروا المرتة غالية يا جماعة. طبعا اللبن دي خسارة يعني اللي طلع منها اهو. كانت تحفة والله وطعمها جميل خالص اهي. جربوها مش هتندموا. ربنا يجعلها بألف هنا ومع ألف سلامة.